هاتي البصل اللي عندك كده وتعالي معايا على المطبخ. هعمل معاكم النهارده وصفه بجد مش طبيعيه. انا من عشاق الوصفه دي، بحبها جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان الناس بتستصعبها بس ما فيش اسهل منها حرفيا. انا بحبها جدا، فهقول لكم بقى ايه على كام حاجه كده تتعملوها فيها. وتنظيم، هو الموضوع كله في التنظيم يعني عليا وانا البصل داخل في عيني كده. هو الموضوع في اوله صعب بس والله صدقوني الموضوع سهل جدا. استنوا بس استنوا، هعمل معاكم النهارده الكشري المصري بطريقه سهله جدا جدا ومنظمه، وطعمه بيطلع قمر حلو قوي 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 قوي. اول حاجه كده ايه، ما تنسوش اللايك بتاعي والشير بتاعي وكومنت حلو كده منكم، ماشي؟ اول حاجه قشرنا البصل بتاعنا بالشكل ده وشطفناه وقطعناه شرايح رفيعه جدا جدا وقسمته نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا ما بحطلهوش ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، وبيطلع محمر وجميل جدا ومقرمش. بحط له بس شويه ملح وتمام قوي كده. انا هعمل كل حاجه على النار مره واحده كده. هجيب الحله بتاعتي واحط فيها شويه زيت حلوين يعني يكون عميق شويه، واحط فيه البصل بتاعتي. في نفس الوقت هولع على حمص الشام واحط له شويه ملح شويه كمون، وكمان برده العدس الجبه بتاعي حطيت له برده شويه ملح واحط له شويه كمون. ولعت على حله المكرونه، بصوا كل حاجه كده ايه مع بعض. حطيت لي ميه المكرونه شويه ملح بس. وكمان هعمل الصلصه بتاعتي، حطيت طماطم يعني حوالي كيلو من الطماطم، وحطيت في قلب الخلاط قرن فلفل وفصين من الثوم، مش اكتر من كده. وهصفيها، لازم تصفيها علشان تبقى خفيفه تمام. وهضربها واصفيها واولع عليها برده. بصوا في الفتره دي بقى البصل خلاص احمر معايا. الموضوع كله بسيط جدا بس هو عايز نظام شويه يعني. انا ولعت على كل حاجه زي ما انتم شايفين في نفس الوقت. هنا بقى اهم حاجه علشان البصل بتاعك يطلع مقرمش، تطلعيه على ورق زبده كده او اي ورق عندك، كراسه، مناديل، اي حاجه، وتفرطيه كده ما يبقاش كله فوق بعضه يعني. ايه، حاولي كده ايه تبقي فرديه تمام. هنحط بقى ايه للصلصه بتاعتنا، شويه ملح شويه كمون شويه فلفل اسمر صغيرين يعني من كل حاجه كده معلقه صغيره ممسوحه. واحط له كمان معلقه سكر كبيره واسيبها بقى تتسبك. انا هحط لها من زيت البصل بس انا عملت دور تاني هنا من البصل، فبرضو ايه هستنى شويه وهاخد بقى من زيت البصل هعمل بيه بقيه الاكل كله. دي التوابل اللي انا بستخدمها اللي كلكم سالتوني عنها كتير، اسمها توابل الطنطي يا جماعه. بجد حلوه قوي قوي قوي، لو تعرفوا تجيبوها هاتوها لان هي حلوه قوي قوي. وكمان التقنيه بتاعت التوابل ذات نفسها يعني مطحونه، ما فيهاش كده ولا تراب ولا اي حاجه، بجد حلوه جدا. هكتب لكم برده اللينك معايا في اول كومنت علشان يبقى معاكم. الشطه بقى بعملها ازاي، بجيب بوله كده واحط فيها الشطه بتاعتي. لو انا عايزاها تبقى حرقه قوي بجيبها حرقه عادي، وبنزل عليها بكبشتين من الزيت البصل بعد ما بقلي خلاص وهو سخن جدا. بنزل عليه بالشطه يعني الزيت بنزل عليه على الشطه، وبحط هريسه الشطه كمان علشان تبقى نار بقى. هنا خلاص انا خلصت البصل زي ما قلت لكم ان انا هستخدمه في كل حاجه. جبت برده كبشه كده وحطيت على الصلصه بتاعتي هنا بتتسبك. هنستخدم المكرونه بقى اللي احنا هنستخدمها ايه، خلاص الميه غليت اهي زي ما انتم شايفين. انا بستخدم مكرونه مش صغيره خالص، الكشري العادي، وكمان مكرونه سباكيتي. شايفين زيت البصل انا بستخدم منه كل حاجه. هسيب بقى المكرونه تتسلق وهولع كمان على الرز. بص كل حاجه على النار، الموضوع كله مش هياخد معاكي ساعه بجد. هنا جبت الحله بتاعتي وحطيت فيها برده شويه من زيت البصل، ما بنحط السمنه خالص، وحطيت فيها شويه شعريه. هكتب لكم برده المقادير كلها علشان تبقى معاكم ماشي. انا مختصره لكم بس الفيديو كده فمش هعرف اقول لكم المقادير كمان. انا حطيت هنا شويه زيت وحطيت الشعريه بتاعتي ونزلت عليها بالرز وشويه ملح، وهقلبهم كده كويس قوي 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 بحيث ان هي تتحمص كده. وبعد كده تمام هنزل عليهم بالميه عادي، الرز العادي، بس انا مش حاطه هنا سمنه يعني، انا مستخدمه بس زيت البصل تمام. بحيث ان احنا كل حاجه كده في الكشري تبقى شاربه من البصل، فاهميني، تبقى شاربه من الكشري كده. نحط له بقى الميه، حطيت له شويه ميه وعايز برده شويه ميه كمان تمام قوي كده. هنسيبه بقى يتشرب وبعد كده نوطي عليه النار تمام. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بعشق الكشري. زمان لما كنت اجي اخرج مع اخواتي قبل ما اعمل بقى الكشري في البيت وكده، يا جماعه يا هبه تاكلي ايه، اكل كشري. ناكل ايه بره، يا جماعه عايزه اكل كشري. بجد بحبه جدا من كتر ما حبي فيه يعني، انقنت فيه ان انا اعمله حلو واحسن حاجه وفي نفس الوقت يبقى سهل. بصوا حطيت بقى هنا شويه زيت من زيت البصل برده على المكرونه عشان احنا بحيث ان احنا نسيبها بره كده ناخد منها ما تلزقش في بعض. فحطيت برده شويه زيت من زيت البصل وسبتها كده على جنب برده، والرز كمان خلص وتمام كده. هنبتدي بقى نعمل الدقه بتاعتنا. هنجيب كده حله او طاسه، بس الطاسه لو طاسه تبقى غويطه شويه، افضل يعني تكون حله صغيره. اخدت برده معلقه من زيت البصل على معلقه توم مفروم، دقتهم كده في الهون واديتهم بس تشويحه، مش عايزين ياخدوا لون ولا اي حاجه، ريحتهم تطلع بس يا دوبك سنه، فاهميني. وحطيت عليهم معلقه ايه يا جماعه ركزوا معايا، كوبايه ونص من الميه. وحطيت عليهم بقى شويه ملح شويه كمون وشويه كمان من الكزبره الناشفه يعني من كل حاجه نص معلقه صغيره. اول لما غليت معايا كده الميه بالثوم حطيت عليهم، طفيت النار عليهم وحطيت كوبايه الا ربع من الخل ونص ليمونه كده عصره ليمون تمام. واديتهم بقى تقليبه كده يعني. حطيت الخل بعد ما طفيت عليه. بصوا انا عايزاكم بس ايه تسمعوا قرمشه البصل. بصوا الجمال، بصوا
من غير نشا، من غير اي حاجه. سامعين؟ تحفه. واهم حاجه يعني بنصح كل البنات اللي لسه ما اتجوزتش، واللي حتى متجوزه، او اللي هي لسه عروسه، بعد ما تخلصي الاكل بتاعك من قبل ما تخرجي من المطبخ كده وانتي واقفه، تخلصي كده بسرعه بسرعه مواعينك وانتي واقفه، بوتاجازك يبقى زي الفل ونضيف ومفيش اي حاجه وراكي كده، هتفرحي بالمطبخ اكتر من الوصفه ذات نفسها. فاهميني؟ الموضوع ما خدش معانا وقت خالص. نغرف بقى طبق كده حلو علشان ندوق. انا عايزه اقول لكم، وانا بس كده قبل ما اغرف لنفسي، انا غرفت لادم ابني وما شاء الله عجبه قوي. يعني انتم متخيلين بقى ان هو كمان يعني بعيدا عن اللحمه والفراخ تغيير شويه، وكمان هيعجب الولاد قوي، لان الولاد بتميل طبعا لاكل المطاعم واكل بره. فبرضه ده من الاكلات اللي هي برضه بتتعمل في المطاعم والكلام ده، والولاد كلها بتحبها. يعني المكرونه معروفه للولاد والصلصه والحاجات دي الولاد بيحبوها قوي، فبرضه غيروا كده واعملوها. انا غرفت لابني اول حاجه قبليه، يعني ما شاء الله لقيته دخل وعجبه الطبق قوي. طقم ايه يعني اللي انا بقول عجبه الطبق قوي. ولقيته بقى هو اللي جاي يقول لي ماما ما شاء الله جميل. هو تسمعوا في الاخر رايه، تسمعوا هنا بقى. خلاص انا كنت بدوق وبجد كان حلو قوي قوي. جربوها هيعجبكم جدا. واهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنتات كتير قمر زيكم. تعالوا بقى نسمع راي ادم ابني. بس الصراحه يا ماما الكشري خطير. عجبك يا روحي؟ ده خطير جدا. تمام. انا والشفا راح قلب ماما. تحفه خطير.